السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. فيديو جديد النهاردة، لوحة حلوة جدا. ناس كتير قوي طلبوها مني، حكاية إن الجدارية إن أنا أعمل كأنها جدار قديم لبيت أو لعمارة أو لبيت، يعني قديم، يكون قديم زي بيوت شارع المعز، زي البيوت القديمة كده بتاعت الأحياء الحلوة قوي اللي احنا كلنا بنحبها. النهارده التابلو ده طلب مني كتير، في ناس طلبوه يعني ان انا اعمله. النهارده انا عملته، في عندي فرخ نصبيان، فرخ كامل نصبيان، مش عارفه بيبقى كام بقى، بيبقى متر و متر وعشرين تقريبا في متر مترين وعشرين في متر وعشرين تقريبا، يعني كده. المهم، ايا كان مقاسه انا ما قستوش، بس هو فرخ نصبيان مقوى. حبيت ان انا انفذ عليه الفكره دي، وممكن اوديه يتبروز. خلاص، يعني للي هيشتغل على الناصبيان يعرف ان هو لازم يتبروز، علشان طبعا بيقوص من الالوان ومن الغيره، من اي حاجه مبلوله يعني، فلازم هيحصل له تقويصه وكده، واحنا هنشتغل بالمعجون. خلاص، تعالوا بقى معايا نمشي مع التابلو خطوه بخطوه ونشوف احنا هنعمل ايه، ايا كان السطح اللي انت هتشتغل عليه. طبعا انا طبعت اللوحة الجميلة دي بتاعة وليد ياسين، الفنان وليد ياسين. طبعا دي سعاد حسني الجميلة قوي، عجبتني وعجبني الجدار اللي وراها، وحبيت ان انا انفذه على النطاق اوسع. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجة هجيبها المعجون، ومعايا سكينة المعجون. هبدأ ان انا احط الصورة، ألزق الصورة بالطريقة المعتادة العادية جدا بتاعتي. بنحط طبعا، انا هنا الاول عشان هو نصبيان او خشب، لازم يتأسس الاول تحت الصورة بالابيض البلاستيك، علشان اولا يسد المسام، والورقة وانا بلزقها، الصورة وانا بلزقها تمسك على السطح كويس. اوكي، طيب انا حطيت الورنيش، ابتديت اوسطن كده البوستر، وباخد بفرشة كبيرة، فرشة شمال، فرشة يمين. طبعا بيبقى عندي السنتر اللي في النص، وما شدش الصورة او البوستر علشان ما يتمطش معايا ويعمل لي كرمشة. بحاول اتفادى موضوع الكرمشة على قد ما اقدر. خلاص، ده البوستر ده A3. هلزق بطريقتي دي، واللي عنده طريقة تانية ينفذها، مفيش مشكلة، اي طريقة للزق كويسة. هو متعود عليها، يلزقوا بيها. وبعدين هبدأ بإيديا أظبط الدنيا تحت، وأمسك منديل أشيل البواقي بتاعة الورنيش. الخطوة دي مهمة جدا، إن أنا بنظم طبعا وبخرج الهواء خالص، لأن الإيد أنا تملي أقول كده، إيديا أحن على الصورة من الفرشة. خلاص، ببدأ هنا ألاقي حاجات بس كانت هتتقطع، فقلت أخليها كده كده، أنا همشي بالمعجون وهدي نفس الشكل كمان. التابلوهات دي ناس كتير قوي طلبوها مني، لان انا كنت عاملاها في الكورس عندي، كانت في منتهى الجمال. عملت بقى شبابيك، بيبان، عملت شوية حاجات كده، مش عايزة اقول انها دي جدارية. اي مكان مسماها، هو تابلو فيه خامات كتير، فيه معجون، ممكن احط لها اكسسوارز مكان الاكسسوارات بتاعتها، ممكن اعمل اي حاجة في التابلو ده، احط اي خامات، يعني هندخلها تبع النطاق الميكس ميديا او الجداريات زي ما تحبوا. طبعا بالمنديل برفق جدا بقدر اشيل اللي عليه، او الماده اللاصقه، الورنيش، انا بلزق بالورنيش من تحت ومن فوق. ببدا اشيل كده بالمنديل بالراحه جدا عشان ما يتقطعش حاجه، او وبشيل طبعا اللي حواليه علشان لما احط المعجون ما يتزحلقش من فوق الورنيش. كده انا وصلت خلاص، كده عجباني قوي اللزق، طريقه اللزق كويسه جدا، مفيش اي حاجه. الخطوه اللي جايه هبدا اجيب المعجون.
معجون GLC انا بستخدمه حلو جدا، ما بيكسرش، او على العموم هو مريحني وكويس. فهبدأ ان انا اوسع نطاق اللوحة، يعني كأني انا اللي رسمة بقية اللوحة دي. فبشوف امتدادها ايه وبنفذه. ممكن استخدم سباتولا اكبر شوية علشان انجز، لكن انا اللي كانت قدامي دلوقتي اللي هي السباتولا الرفيعة او سكينة المعجون اللي هي رفيعة. هنا هبدأ اتخيل باقي الفستان بتاعها او الجلابية او الجلباب يعني. فانا ليه بقى هنا بزوده بالمعجون؟ لان طبعا حرف لو انا عملته باللون هيبقى حرف فيه حرف الصورة باين. فانا بتفادى بقى كده بان انا ايه، امشي بسكينة معجون خفيفة جدا، بما فيها ان انا بعلي شوية، اعلي الجلباب شوية واديله طبيعية اكتر، يعني اخليه طبيعي اكتر وما يبين ليش حرف الصورة. طبعا بمشي بالطول علشان ريجة القماش بالطول كأن الجلابية ممتدة. اوكي، هي هتبان، كل الحاجات دي هتبان مع التلوين، لان دلوقتي طبعا كله تحت ابيض وهي ابيض، ف يعني مش باين قوي. بس انا عايزاكم تتخيلوا ال يعني الحاجة اللي انا بعملها، تخيلوها لما تخلص ان شاء الله. بمد الفستان، طبعا بنزل على واسع وبداري حرف الصورة. اوكي، وهنبدأ نلونه بس مش دلوقتي، لما نلون الخلفية الأول. التصوير بياخد وقت جامد جدا، بياخد وقت، المونتاج بياخد وقت معايا. يعني بصراحة التصوير الفيديوهات دي التعليمية والله العظيم غاية في الصعوبة. فيعني مش عارفة أقول إيه، يعني أتمنى كده كل اللي يدخل طب يعني يشجعني بلايك، يعني مجرد لايك، هتدوس كده على اللايك أو كومنت حلو، يعني اشتراك مثلا للناس اللي بتتفرج وهي مش مشتركة. يا ريت تشجعونا بحاجة زي كده، انا وغيري من الناس اللي بتعمل الفيديوهات التعليمية دي، لان هم اولا هو ابتغاء وجه الله طبعا، بس بيبقى في حتة تشجيع كده يعني، لان الموضوع صعب. انا عشان اقف اعمل التابلو ده خدت 3/4 اليوم. يعني ابتديت ان انا ابتديت فيه وبسيبه ينشف وارجع ابص عليه واكمل وارجع ابص واكمل. فصعب، صعب الموضوع بتاع تصوير الفيديوهات دي، صعب جدا يا جماعة. فيعني يا ريت يا ريت تشجعونا بأي كلمة، بلايك، بكومنت حلو، بالاشتراك. لان طبعا انتوا عارفين اليوتيوب دلوقتي يعني سدد نفس الكل، مش سدد نفسي انا لوحدي، يعني الكل مسدود نفسه من قلة المشاهدات والاشتراكات. فيا ريت يا حبايب قلبي اللي ما اشتركش يا ريت ينورني ويشترك عشان افرح بيه، او بكومنت كده ولايك حلو. خلاص. هنا عملت ايه؟ بدأت ان انا اقرب الصورة شوية او اقرب التصوير، بحيث ان انا اوريكم رسمة الحجارة هتكون ازاي. انا مسكت فرشة رفيعة وخدت حرف الفرشة من تحت، يعني ده الفرشة من فوق، لكن اللي انا بشتغل بيها ظهر الفرشة او بوز الفرشة من تحت. بعمل خطوط امتداد طبعا للجدار، انتوا شايفين الجدار اللي هو في الصورة نفسه او في البوستر، انا بعمل له امتداد، يعني بعمل الخطوط الطولية كأن خط واصل من الصورة او من الحجارة اللي في الصورة للنهاية. خلاص. وهنيجي دي خطوط بالعرض، وهنبدأ نعمل الخطوط الطولية. طبعا لازم اشيل اللي هو اللي هيتشال فيها، لازم احط في منديل ورق او كده عشان ما طبعا ما يبقاش متكتل معايا. هقسمها كده تقسيمة الحجارة اللي احنا عارفينها، اللي هي بالتبادل، لكن لازم اشيل الحرف اللي تحت عشان ما يبانليش ان هو يعني حاجة مكتلة كده وتقرفني بقى في الصنفرة. ادي التقسيمة دي اللي انا يعني عايزاكم تركزوا فيها قوي، لان هي دي اللي بتدي الشكل الطبيعي للحجارة.
وما نستعجلش زي ما انتوا شايفين كده، انا قاعده بهدوء وبرواقه. ايه يعني ياخد يوم يومين مش اشكال، بس تطلع الحاجه كويسه ومظبوطه. يعني شوفوا نفس الامتداد بتاع الحجاره هو نفس الامتداد. طبعا انا بوريكم كده الشكل لان انا هكمل كل ده، بس بوريكم الفكره نفسها. بصوا الخط واصل من الصوره لنهايه اللوحه. خلاص، زي ما عملت الناحيه اليمين هعمل الناحيه الشمال كده بالظبط. عملت هنا برضو نفس الاتجاه بالظبط زي ما انتم شايفين كده. لا بعلي قوي ولا بتبقى منخفضة قوي، يا دوب علو مناسب. خلاص. طيب انا قعدت افكر فوق الحتة اللي فوق دي نعملها ازاي. عايزة، كان نفسي يبقى في عندي شباك مثلا، بحيث ان انا احطه فوق كده يبقى ايه مدي شكل البيت القديم. لكن طبعا ما عنديش شبابيك، والشباك اللي عندي مساحته كبيرة اكبر. وعندي ستانسل شباك، بس الستانسل لقيته شباك كده يعني تحسي انه اوروبي شوية، مش شعبي. هنا انا عايزة مشربية زي المشربيات بتاعت زمان. فحبيت ان انا ادي سكينة معجون كده، ادي طبقة معجون، سكينة رايحة سكينة جاية، يدينا شكل الايه المحار كده. اللي هي مثلا البيوت القديمة بيبقى فيه محار وفيه حجارة، والمحارة دي متكسرة والحجارة باينة بيها. الموال الجميل قوي اللي انا بعشقه ده. فهنا هبدأ اعمل المعجون بطريقة كده عشوائية، سكينة رايحة سكينة جاية، ويبقى عشان يبقى فيها عالي وواطي، بحيث ان انا لما الون وامسح اللون يبان لي كده يعني ملامس حلوة. انا طبعا برغي كتير قوي بس استحملوني. ومدة الفيديو يعني طويلة شوية. انا ابتديت ان انا هسرع دلوقتي الفيديو من اول الشوط الجديد، هسرعه شوية علشان حسيت بقى ايه ان انتوا ممكن تملوا مني. فقلت لا، يعني اركز هنا دلوقتي اعرفهم سكينة المعجون بتتعمل ازاي. يشوفوا اتجاه ايدي، اتجاه يعني مرة كده مرة كده، تشوفوا الاتجاه ده. وبعدين التلوين هسرع فيه، فما تملوش ولا تزهقوا، لان ده درس تعليمي. يعني لو انتوا نفذتوا بالطريقة يعلم الله ان انا بديها لكم الطريقة بالظبط زي ما بديها في كورساتي بالظبط. يعني مش بخبي حاجة كده ولا كده ولا اقول ايه ده سر المهنة. خلاص. طيب انا عملت سكينة المعجون اهي. بصيت لقيت ان الحجارة يعني واخدة صف واحد كده، شكلها شوية يعني مش طبيعي، يعني مش حلو. انا مش بحب السيمترية، ان الناحية اليمين تبقى زي الناحية الشمال كده، تحس انها موضوع عملية هندسية. لا انا هزود هنا، هبدأ اعمل حجارة تاني. طول ما احنا شغالين في اللوحة بتبصوا تلاقوا فيه افكار كتير جدا بتيجي تخليكوا يعني تبتكروا فيها. ده بيبقى زي ابتكار، لان الحاجة قدامي محطوطة قدامي. انا مش عارفة، مش ببقى رسمالها تخيل بالظبط. يعني انا عايزة اكمل نفس الحجارة، لكن التخيل بالظبط بالظبط ما ببقاش حطاه. يعني مثلا كاتباه في ورقة ولا عاملة حسابي عليه. طبعا كيارا رايحة جاية، البوبي بتاع بنتي جميل قوي. نفس اللي انا عملته في الحجارة، اللي هي الخطوط الطولية والخطوط العرضية، عشان اعمل زي الحجارة الصغيرة اللي هي بتاعت البيوت. زي الحجر اللي هو المحمر ده اللي انا كنت عايزة انفذ زيه. فهبدأ اعمل كده. وبعدين دلوقتي هبدأ اخد الخطوة الجميلة قوي بتاعت ايه التلوين. طبعا ما اقدرش الون خالص وهو لسه طري. هسيبه، او لو انا مستعجله هبدا امسك السشوار اسشوار، لان احنا البنات في الكورس لازم يعني ناخد خطوه السشوار. ليه؟ لان هو بينشف بسرعه، لان انا عايزه انجز، عايزاهم يمشوا باللوحه بتاعتهم فرحانين بيها مبسوطين. بحب انجز، لان انا عامله الكورس بتاعي 6 حصص فيها تكنيكات شامله للديكوباج. بتخرج من ال6 حصص دول الحمد لله بيعملوا صفحتهم
بيعملوا اللوجو بتاعهم وبيبدأوا البيزنس الخاص بيهم. لأن الأول كنت عاملة الكورس مبتدئين وبعدين محترفين، وبعدين جيت قلت طيب هم ليه بقى يدخلوا مبتدئين وبعدين محترفين؟ وفي ناس يقول لك ايه، طب ما ادخل محترفين على طول. لا، انا الست حصص دول هديكي كل حاجه فيها بحيث ان انت تخرجي تشتغلي على طول. معظم تكنيكات طبعا، واكتر تكنيكات الديكوباج او تكنيكس الديكوباج هديها لك في الكورس ان شاء الله. خلاص كده انا بحاول اظبط ويعني احنتف وكده فيها عشان اوصل للشكل الجميل. هنا هبدأ ان انا اطمس شوية من الحجارة دي بحيث انها تبان انها مفيش خطوط، لا خطوط طولية ولا، يعني انا مش عايز، ما بحبش ابدا الخطوط الحادة، يعني ما يبقاش حرفها كده يعني حاد. لا، انا عايزة تبقى حاجة مطموسة كأنها مكسرة عشوائي. خلاص، معلش الفقرة دي طولت شوية، لكن بعد كده كله هيمر سريع سريع. يلا نبدأ بقى نسرع. حطينا البني، حطينا معاه الاسود، نقطة الاسود، وهنحط ورنيش كتير علشان انا بمسك بالورنيش ده، بمسك المعجون، لان المعجون طبعا انا ما حطيتلوش اي ورنيش، بحط مع اللون على طول. هبدأ ان انا اخد ده اللي انا عايزة درجة اللون دي هي اللي تنزل في الاماكن الغويطة. خلاص، فبعمل كده وبمسك منديل او قطعة من القماش الفايبر ده، وببدأ امسح العالي عشان انا عايزة اللون ينزل في الغويط وفوق يبقى فاتح شوية بحيث ان انا اقدر ادي درجات الالوان التانية. هروح اغسل الفوطة اللي معايا واجي اكمل الجزء اللي فوق. انا غسلتها عشان تبقى منديه شويه بحيث انها تقدر توزع لي اللون. يعني شوف، انا حبه اللون الصغيرين دول والفوطه المبلوله وزعت لي بقى الكل. انا ممكن افتح اكتر بس انا حبيت ان انا اسيبها كده ودي اطلع بقى فوقيها بدرجات الالوان التانية. انا محكمه طبعا او محكومه بدرجات اللون بتاعت البوستر، يعني لو عليا كنت عايزة أعمل الحاجات دي فاتحة، لكن أنا محكومة بدرجات البوستر نفسه. وهنا برضو بمسح على الطبيعة. الشكل حلو قوي، أنا بحب اللقطة اللي هي بتاعت المسح دي، بتديني شكل تحفة جدا. وعملت منه تابلو كان رائع بنفس التكنيك ده. بس بدأت هنا أخد اللون الطوبي اللي هو الأورنج الغامق وأدي تاتشات كده على البلاطات، وبعدين درجة الأخضر الزيتي، وهيبقى فيه درجة كمان درجة البيج الأكر مع الأبيض. وبعدين باخد الفرشة البني تاني وابدأ أدمج بقى الحاجات دي كلها عشان ما يبقاش اللون صريح، الأخضر صريح أو الأورنج صريح، عشان ما يبقاش الحاجات دي صريحة. فببدأ أخد بقى الفرشة فيها البني علشان أدمج بيها كل ده. هنا طبعا بسشور الأول عشان لما يتحط كذا لون درجة لون فوق بعض ممكن يدينا ألوان تانية مختلفة خالص، وأنا مش عايزة كده. هنا دي درجة الأكرة أهي، بحاول أدمج بيها بحيث إن أنا أوصل لنفس الجو بتاع الحجارة اللي هي في اللوحة بالظبط. الله، السرعة دي حلوة قوي. لو الواحد بيشتغل بالسرعة دي، انتوا شايفين الجمال، شايفين الحجارة بانت ازاي، بانت كأنها فعلا في اللي نفس البوستر. طيب انا بقى القطعة اللي فوق دي بصراحة ما كانتش عجباني خالص. يعني انا ببص للحجارة كده اتبسط، ابص للي فوق اتضايق. فوق مش عارفة اعمل ايه. قعدت افكر طب اعمل ايه. لقيت في عندي ستانسل شكل المشربية، يعني شكل الابوات المشربية. فجبت اللون البيج او اللي هو المصفر شوية وعملت كأنها مثلا ضرفتين شباك فوق الشباك اللي هو زي المشربية ده. وابتديت ان انا اعمل من الجناب استنسل برضو، لكن طلع مش ظريف فغيرته خالص.
يعني غيرت اللي هو في الجناب، لكن هو ضرفتين الشباك دول سبتهم. ممكن يدوا انها ضرفتين شباك مثلا فوقيها، او يعني حبيت ان انا اعمل حاجه زي مشربيه. اي الوان بحطها هنا، انا جبت درجه الابيض بحيث ان انا اقضي ضوء شويه، كأن في سطوع ضوء مثلا على على الحجاره. برضو وانا شغاله كده بصراحه ما كانش عاجبني القطعه اللي فوق دي خالص. يعني كل شويه اقول فيها ناقصها حاجه، فيها حاجه. كل شويه افضل ازود فيها حاجه لغايه لما الحمد لله وصلت بيها في النهايه الى انها بقيت مبسوطه، بقيت راضيه. انا كده خفيت الستنسل اللي على الجناب. والمشربيه دي ابتديت ان انا اديها بقى درجات حلوه كده من درجات الايه، الجدار نفسه، الحجر. هتيجي بقى خطوه دلوقتي حلوه قوي، ودي كانت تحدي، يعني كنت بتحدى بيها نفسي. الفستان او الجلباب بتاعها، عايزه اكمل الجلباب. طيب يا ترى هيطلع زي الجلباب ده؟ مش عارفه. هنا طبعا انا بقول لكم ان انا فضلت وراها لغايه لما كملتها بطريقه يعني الى حد ما ارتحت لها شويه. عملت لها برضو جدار يمين شمال، وابتديت ان انا ادي تاتشات كده ودمج، لان الدمج ده مهم جدا. ان انا يعني ما اخليش اللون صريح. ادي فاضل بقى خطوه الجلباب. الجلباب هنا درجات الاخضر مع الازرق مع الابيض، وفي كمان حته مصفره كده. الحته المصفره دي انا هحاول ان انا ايه، يعني برضو العب بيها بالالوان كده، وان شاء الله هتطلع حلوه قوي. يعني انا اتبسطت الحمد لله لما خلص الفستان بتاعها. انا اتبسطت لانها كان تحدي بيني وبين نفسي ان انا اقدر اجيب نفس درجات الفستان او الجلباب ده بالظبط، درجاته مع كمان نفس الشغل اللي فيه، يعني اخليك قطعة واحدة. يعني انا عايزاه يبان ان هو نفس الجلباب. فكان بقى تحدي ومتعصبة بقى، وكنت ايه يعني، بس مستمتعة يعني في النهاية، ببقى مستمتعة بصراحة. ولما بيخلص بقى واتبسط كده ان انا جبت نفس درجات اللون، يعني ببقى كده متفشخرة كده، فخورة بنفسي. كلمة متفشخرة دي كنا زمان نقولها يعني. خلاص، هي درجة أزرق مع أخضر مع أبيض. لكن مش هيبقى كده وبس. هو في، انتم ملاحظين ان ناحية الشمال تحت ايديها في بقعة ضوء. بقعة الضوء دي لازم تتكمل. يعني الضوء جاي لها من الناحية دي، من الناحية الشمال، من ناحية ايدها الشمال، لا من ناحية ايدها اليمين، معلش. كده انا بكتر شوية درجات اخضر. اوكي، انا كده كملت، عملت البيزك اللي هو درجات اللون بتاعت الأرضية. هبدأ بقى ان انا اشتغل عليها. هنا طبعا بغمق اللون شوية عشان ادي ظل ونور، لان انا قدامي قطعة بنفذ زيها بالظبط. انا عايزة اعمل نفس شكل درجة اللون، نفس شكل الدريس بالظبط، او الجلباب بالظبط. طبعا انا لو اشتغلت كده عليه طبعا الدنيا هتبوظ. لازم اسشوره الاول علشان اقدر اكمل. بس بدي بقعة الضوء شوية. بصيت لقيت طبعا اختلط باللون الابيض، اختلط باللون، فايه هيديني
لخبطه كده شويه، فلازم ان انا اسشور الدريس او الجلباب وابدا ان انا اشتغل عليه بقى، لان هو الجلباب نفسه كانه كاروهات، كانه كاروهات. فلازم اعمل الخطوط الطوليه والعرضيه علشان اقدر اخد نفس الشكل بالظبط. انا هقرب لكم الصوره ان شاء الله وتشوفوا. يعني شايفين الخطوط الطوليه دي او العرضيه؟ خطوط كده كأن الفستان او الدريس بتاعها ده كاروهات، يعني كأن الجلباب ده كاروهات. بس انا كل ده عايزه اوصل للقطعه اللي فوق، نفس جو القطعه اللي فوق بالظبط عايزه اوصل له. بنعمل مربعات صغيره باللون الاسود او البني اللي هو البني الغامق. وبعدين انا برضو كده يعني مسرعه، بس ما كنتش عايزه اسرع قوي علشان برضو ده فيديو تعليمي، يعني انا عايزاكم تتعلموا. يعني تبصي كده مفيش حد يجي يقول انا مش بعرف ارسم، انا لا لا شكله مش هيطلع معايا حلو عشان ما بعرفش ارسم. حاولوا، انا والله ما كنت اعرف ان انا بعرف ارسم، او ان انا يعني الى حد ما بدوحر في الرسم. انا طبعا مش دارسه، لكن بدوحر فيه. يعني ببدا ان انا ايه اعمل، انا عايزه اوصل لده. بجيب الدرجه، ببدا اعمل الخطوط الاوليه. يعني هنا فاضل لي، طبعا فاضل لي الابيض، الضوء بقى. يعني عشان الجلباب يبقى كله نفس الدرجه واحده، لازم يبقى فيه الضوء الساطع ده زي ما هو ساطع فوق. فابتديت ان انا اعمل ايه، الاخضر احط له حته ابيض، وابدا ان انا اعمل مربعات كده عشوائيه، يعني مربع هنا مربع هنا. فاهمين؟ هتبصوا تلاقوا في النهايه بقى ميه واحده، كله بقى شكل واحد. المربعات دي انا عملت مربعات بيج ومربعات الاخضر الفاتح. في النهايه بصيت لقيتها بقت ميه واحده، ما بقاش في اي فرق بينهم خالص. فعايزاكوا عينيكوا مع الفرشه ومع الطريقه نفسها. واللي عايز البوستر ده ويعمله بنفس الطريقه انا ممكن امشي معاه خطوه بخطوه. كده بقى انا بكمل، شوفوا. هتبص تلاقي الفستان بقى خلاص، يعني كأنه قطعة من اللي فوق. لسه في بقى درجة البيج. ده في النهاية. اللوحة كبيرة جدا، يعني شايفين طولها قد ايه عندي على البار. لوحة كبيرة يعني. طبعا انا بقرب لكم علشان تشوفوا الجو نفسه. انا اديت بقى هنا، بصيت لقيت ايه، اللوحة فاتحة قوي، فحاولت ان انا اديها سبونشات اسود كده في اماكن تدينا الغائر والفتح. انتوا شايفين الدرس عامل ازاي؟ شايفينه يعني كأنه متكمل فعلا، كله لون واحد. وحاولت ان انا ادي حتت غامقة عشان